الحاج اسماعيل طول عمره بيرجع في كلامه. مش حقيقي، مش حاسس برضو. مش طب عليا الطلاق بالتلاتة، المحصول ده بتاعك. الزمالك دخل المعسكر المغلق خلاص وقرر خفض مباراة غدا. الزمالك هيلعب بكرة مباراة الأهلي. لا، الزمالك بكرة مش ناوي يلعب. تعالوا نشوف ايه بيحصل جوه نادي الزمالك ومين المسؤول عن القرارات اللي كل شوية بتتغير. انباء عن تراجع نادي الزمالك عن الانسحاب وموافقته على خفض مباراة القمة امام الاهلي غدا واستكمال الدوري، وده بعد جلسة جمعت بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك. وفي نفس الوقت تلقى رابطة الأندية منذ قليل خطاب من نادي الزمالك بيفيد بعدم خوض فريق القلعة البيضاء مباراة القمة المرتقبة أمام الأهلي بكرة. وحالا أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك قال الزمالك هيطلع بيان رسمي بعدم المشاركة في القمة. أغلب المطالب بتاعة الزمالك اللي طلبناها اترفضت رفض تام، ومجلس الإدارة كله أكد إن إحنا مش هنلعب الماتش. وتضمن الخطاب الزمالك إن الزمالك قرر ما يلعبش بكرة دون إشارة إلى مصير المباريات الجاية للقلعة البيضاء. ولكن الأهلي مكمل في التدريبات عادي جدا في استاد التتش على مواجهة مباراة القمة بكرة، لأن الإعلامي أحمد شوبير كان منزل تويتة من امبارح بيقول فيها اجتماع ثم اجتماع ثم بيان وفي النهاية المباراة في موعدها عادي. وعلقت صفحة الأهلي اليوم على تعليق الإعلامي أحمد شوبير وقالت شوبير من أول لحظة نزل التويتة دي المتحدث الرسمي للزمالك طلع يهاجمه وجمهور الزمالك فضل يشتمه في الآخر، واللي قاله بالحرف هيتنفذ. اجتماع مع الرابطة وبعدها اجتماع مع أشرف صبحي، وخلال ساعات هيطلع بيان إنهم هيلعبوا الماتش عادي جدا، ونفس القطيع اللي كان بيهلل الانسحاب هيهللوا بكرة للعب. شوبير حافظهم وعارف انهم نادي معدوم الكرامة ومن اصغر راس فيهم لاكبر راس وكلهم حنفي. نتمنى المتحدث الرسمي وجمهور الزمالك يقدموا له اعتذار بعد الهجوم الكبير اللي حصل له، لان كلامه هو اللي هيحصل في الاخر. تفتكروا الزمالك بكرة هيلعب ولا لا؟ وبنسبة كام في المية؟